من الطرائف الجميلة كده، عشان ايه احنا في فرح، ما يقولكش السنية افراحهم كلها مواعظ وخطب، فلازم حبة كده يعني ايه ضحك وفرفشة دون خروج عن المألوف. فيه واحد من الدعاة حب يعمل بينه وبين زوجته إشارة كده زي الإشارة اللي كانت بين النبي صلى الله عليه وسلم وعائشة، فبس هو بقى اللي هيعمل كده، يعني مش هي بقى اللي لا. فبيقول لها بص يا أم أحمد، أنا لما أكون راضي عليكي، لو حد هنا اسمه أبو أحمد ما يزعلش ماشي لو أنا لما أكون راضي عليكي هقول لك سلام عليكم يا أم أحمد، ولما أكون في مشكلة ولا غضبان ولا متضايق منك ولا مش طايقك هقول لك مساء الخير يا أم أحمد، تعرفي على طول إن في إيه، في مشكلة. اتفقنا؟ اتفقنا. مش الموضوع على هذا الحال، يدخل الراجل السلام عليكم يا أم أحمد، الحمد لله الدنيا رضا وزي الفل، يدخل مكشر وضرب 1111 كده بوشه مساء الخير يا أم أحمد، يبقى في مشكلة. لغاية ما جت مدة كده قعد الراجل كل ما يدخل يقول ايه مساء الخير يا أم أحمد، مش عايز يرضى. طب وبعدين الراجل بقى كان بيقرأ في الفقه وراجل فقيه، وهي بتقعد جنبه بتسمع منه بتلقط منه، فلقطت. جات في يوم من الأيام والراجل كان بيصلي الفريضة في المسجد ويروح يصلي النافلة فين؟ في البيت، اقتداء بمين؟ بالنبي عليه الصلاة والسلام الذي أمرك ألا تجعل بيتك كالمقبرة خاليا من الصلاة فيه. فبتقول لابنها اوعى يا ابني اقوم اشوف ابوك، بقاله كام يوم كده كل ما يدخل يقول مساء الخير مساء الخير، اقعد على شماله وهو بيصلي. ليه؟ عشان هو بيقول السلام عليكم ورحمة الله، يبقى ناقص كلمة يا أم أحمد وخلاص. ذكية، لكن مين اللي معلمها؟ الشيخ. هتضحك على مين؟ راجل دارس بقى، دارس فقه مقارن وقارئ مذاهب والكلام دوت. فالمهم قعد وايه تحياته لله والصلاة والطيبات وخلص، وهي قاعدة على شماله مستنية نقول السلام عليكم ورحمة الله. وصاحبنا عارف ان في بعض المذاهب التسليمة الأولى فرض والتانية ايه سنة، وان انت ممكن تسلم تسليمة وخلاص. فجأة قايل ايه السلام عليكم ورحمة الله، مساء الخير يا أم أحمد. ما استطعت، ظل على حاله. صلوا على رسول الله صلى الله